بالله عليك ده ينفع؟ ده يرضي؟ انا مش عارفه بتاعتي ليه مش بتطلع تقريبا فاتت. انتوا وريني بس. وين انا مهندس كده يا عبيطه؟ اقسم بالله ما هحل غير انتي مسطرده يا مجنونه. حد ياكلنا بلون لبسنا. السلام عليكم، ده فيديو جديد طرد نار. اهلا ومرحبا بكم في قناه شاور فاميلي. النهارده يا جماعه الفيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي احنا عملناها. الفكره دي اول مره نعملها وانا بصراحه متحمسه جدا ان انا اجرب معاكم الحاجه الجديده دي لاول مره. طبعا احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نعمل لكم خلفيه كويسه للفيديو زي ما انتم شايفين كده. فعشان مجهودنا الجبار اللي احنا عملناه دوت، يا ريت بعد اذنكم لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس، تكتب لنا كومنت جميل على قد ايه اللوكيشن رائع والخلفيه اللي ورانا دي رائعه. على فكره قلت له يدهن الحيطه، هو اللي استرخص قال لي لا مش هدهن الحيطه. اصل بقى انا عايز اقول لكم معلومه، دي شقه جوازي. ايوه طبعا ما عنديش شقه غيرها، فلو دهنت الحيطه هيبقى شكلها هيفضل كده مدى الحياه. ولو انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي فاتت هنقدر ان احنا نجيب شقه جديده. يا ريت ترجعوا تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا كلها ان شاء الله، عشان ربنا يرزقنا كده نقدر ان احنا نجيب شقه اوسع من ديت نصور لكم فيها كل الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. ساعتها وعد هنعمل تحدي تاني وهندهن الحيطه. طبعا زي ما انتوا شفتوا احنا قلنا ان احنا هناكل النهارده في الفيديو ده كل حاجه بلون لبسنا، يعني انا هاكل كل الحاجات لونها ازرق وانا هاكل كل الحاجات بلونها الاصفر. تمام. فخليكم معانا عشان احنا معانا حاجات فلاش باك. اما قاعد يتريق عليا ويقول لي فا بيقول فا ليه دلوقتي بقى؟ ثم هنعمل ايه بقى؟ هجيب دلوقتي معانا حاجات غريبه وحاجات اول مره تشوفوها على اليوتيوب اصلا، لونها اصفر وحاجات لونها ازرق. هنوريكم دلوقتي. خليكم معانا عشان تبقوا معانا. هنوريكم دلوقتي اول حاجه. ممكن نبدا بحاجه صغننه كده بسيطه. طبعا اول حاجه معانا يا جماعه عايزين نبل رقنا كده، بقالنا ساعتين بنلزق في الحيطه دي لما طلع عينينا. ده المشروب بتاعي. انا اصلا ما اعرفش اي حاجه، انا كنت بدور على اللون بس يعني، ولا اعرف اي حاجه ولا دوت اي حاجه، واول مره هشربه. اول مره نشوف اصلا المشروب ده، تقريبا مستورد ونادر مش موجود في اي حته. اسمه زي تقريبا، ده مستورد مش يعني ما بشوفوش كتير هنا في مصر بصراحه. عارف لو كان اي زد هتبقى عز. بالعكس تبقى عز. طبعا احنا ما نعرفش الطعم ده ايه، هو مكتوب عليه سكيتس كاندي، يعني حلاوه السكيتس. انا بتاعتي باينابل. بينا كولاتا ده بينا كولاتا يعني غير الباينابل. ايه ده بجد؟ والله. بص طبعا طريقه الفتح بتبقى كده يا جماعه. ايه ده؟ لا استغفر الله العظيم يا رب. اهي I'm so sorry. سوري ايه؟ بطل فلح بقى. سوري. طبعا لو كنتوا تتفرجوا على الفيديو ده والفيديوهات اللي فاتت كلها هنقدر نجيب كرسي بدل الباص دوت. ماشي يلا بينا. بسم الله. تقليد بقى. دوق انت الاول. هو ينفع ان انا ادوق حاجتك ولا لازم كل واحد يلتزم باللون؟ لا هدوق بتاعتي الاول. طعمها جميل قوي، مختلف يا جماعه. تقريبا فيها اناناس. تقريبا فيها اناناس. دي اللي فيها اناناس فعلا. لا بتاعتي مش حلوه، فيها طعم معفن كده. دوق كده. هتدوقني بتاعتك. دي اناناس. بيقول لك سكيتس كاندي كدابين. ايه ده؟ بتاعت اناناس. لا ولا اناناس دي شبه لا البتاع ده سيء جدا، محدش يشتريه. ده انت بتاعتك دي عارفين طعم الفوم، يعني كاني كلت صابون كده. لا سيء جدا. 0 من 10 يا زي. 0 من 10. هي الواناتها بس اللي لونها 10 من 10، لكن الطعم سيء جدا. خش على بعض. طب يا جماعه بما ان التجربه كانت سيئه وبقنا طعمه مش احسن حاجه، عايزين بقى ايه نشوف حاجه كده عارفينها ندوقها ونحل بيها، عشان الطعم اللي فات ده كان سيء جدا. M&M زرقاء و M&M صفراء. بالله عليك ده يرضي ربنا. مش هديك من بتوعي. انا معايا باقي واحده. هاي بالله عليك اديني اي حاجه. ده تقريبا بالسوداني صح؟ واحده سوداني صح؟ انت بتاعتك ايه؟ بتاعتي يعني مش عارف جواها ايه، صغيره كده. شفتوا؟ عشان هو ده شخص مش كويس. لما تبقى كويس من جواك ربنا بيكرمك. دمتم سالمين. لقيت 2 البتاع. لقيت 2 من بتاعتي. لا تحفه طبعا. ولا كلمه M&M معروفه يعني. بس لا انا عايز اقول لك على حاجه بقى. المفروض اصلا انت ما تاكليش الا اللون الاصفر. لا انا هاخد الازرق اهو. ازرق على لوني. طب شايفين السرقه؟ ازرق على لوني. بالله عليكم شايفين السرقه وانا خدت منك؟ والله ما خدت الا الازرق على لوني. طب انا ما خدتش لوني من عندك. لا انت بتاكلي الاصفر بس، ما تاكليش بقيه الالوان اصلا. ايه ده؟ الفيديو عباره عن ان انت بتاكلي اللون بتاعك بس. هو كان اصفر من بره. لا اصفر من بره غير اصفر من جوه. يلا سمعت الكلام ولا لا؟ بقيه الالوان ديت هيديها لما نيجي الحضانه ان شاء الله. الكيس ما كانش فيها الا 3 صفر تقريبا. تحفه. انا لحقت كلت واحده قبل ما هو يسرق. خطيره. عايزه ميه بقى. يا ترى مين هيجيب لي ميه؟ السوداني اللي في قلبها محمص وبشوكولاته جامد. انا عايز اجيب سكينه عشان اوريها لكم من جوه بتبقى عامله ازاي. يا ترى حد هيجيب لي ميه وهو بيجيب السكينه ولا لا؟ ما جابليش معايا يا جماعه على فكره. انا اللي قمت جبت لنفسي وجبت لنفسي كوبايه صفرا. ايه ده فين؟ عشان
انا انت انت مجنونه ولا ايه؟ انا شلتها. انت انا معاك حوار. لا اخسرك فيها، لا اطلعك فيها، انت مجنونه. جبت لنفسي كوبايه ميه صفرا. دلوقتي يا جماعه الشطشطه. طبعا الشيبسي ده حراق جدا جدا جدا. ده تاكل عالم الشطه في عالم الشيبسي. الله على المصطلحات. وانا جبت الاندومي الاندومي الكوري دي ترند الفاشن. جبت لون اصفر. هعمل الاندومي وهاجي نوريكم الاندومي والشيبسي. استنونا. بقول لكم ايه، خليكم معايا عشان انا هاخدكم في جوله على المحل بتاع الكوتشي بتاعي دلوقتي. عقبال ما هي تعمل الاندومي هاخدكم لفه اوريكم المحل بتاعي. مفيش مبروك ولا ايه، اكتبوا لي في الكومنتات اللي ما يعرفش ان انا فتحت محل. فتحت محل كوتشيات وشباشب وكابات، وفي منتجات، كل منتجات الشوارجيه، من شنط، من كابات، من شرابات، من كله. عايزه اقول لكم ولا بلاش اقول لكم، خليها مفاجاه. انا مش هعلن بقى عن شغلي دلوقتي خالص. طبعا ممكن واحد فيكم يسالني دلوقتي يقول لي يا شاور انت ليه جايب بالتاكس دوت مع ان هو من بره بنفسجي؟ هقول لك لا يا خفيف الظل، لا يا اذكى اخواتك، ده من بره بس بنفسجي، انما من جوه هو ازرق زي لون السما بالظبط. ازرق زرق السما وازرق زرق البحر. ماشي اهو يا ابو الزكاوه اهو. ما تعملش فتح تاني يلا. بصوا بقى انا عملت الاندومي بتاعي. هنحط بقى بصوا عملت في ايديا ازاي. اصلا بص انا تركز عامل في ايديا ايه. بصوا البتاع ده بيبقى تحفه. اللي بيسال ايدي على زرقاء كده ليه هقول لك، بس في اخر الفيديو، مش هقول دلوقتي. جواه سمسم. جواه سمسم وشرايط غريبه كده، مش عارفه ايه الشرايط دي، بس هو جواه سمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. دول التاكز اللي بالشطه الزرقاء. يا نهار ازرق، ايه ده؟ هو من كتر ما هو يعني هو بيبقى احمر من الفروقيه، فمن كتر ما الاحمر احمر هو بقى ازرق بقى. عارفين اللي هو، فاهميني طبعا انتوا اكيد. يعني واحد لما بيتعور تعويره بيبقى لونها احمر، انما لما بيقع او كده في جلفه جامده بيبقى لونها ايه؟ ازرق. برافو عليكم، عارفين كل حاجه انتوا. يا الهي. الفيديوهات دي بعديها بقعد مثلا ممكن اقعد طول الليل في الحمام بمنتهى الامانه. انا مع اخواتي ما اقدرش اخبي عليهم. يا ريت تخبي علينا، احنا نفسنا نخبي علينا الحاجات دي. عايزه ادوق. بعتذر لاي حد بياكل وهو بيتفرج عليا. بصوا بقى يا جماعه، دي من اللي بتموت بجد. ريحتها يا جماعه الاندومي ريحتها جايبه لحد هنا بصراحه. ما يغركوش ان لونه ازرق جميل كده، اقسم بالله مشطشطه. البتاعه دي بجد دمار. عايزه اشرب مش قادره. يا ريت نشيل الحته اللي كنت بشرب فيها وهنعتبر كأن انا جامده جدا وبحبها جدا. ليه العذاب ده؟ ينفع ادوق؟ انت تدوقي؟ لا هدوق. ها ينفع؟ مش انت يا ابني لونك ازرق يا ابني؟ ما انا عايز ابلع بالاندومي. ريحتها حلوه قوي، ريحه الاندومي حلوه قوي. يا الهي، او ماي جاد. فنجان وردر برجر بحب. الازرق بيوقف القلب. كده جامده بجد، اقسم بالله تحفه. هي حراقه قوي بس عايزين يعني بعد ما تبلعوا عايزين تاكلوا تاني، فاهمين؟ هجيب مناديل. الدكتور قال لي الشطه لا. الدكتور قال لي الشطه لا، بس انا مش قادر. بصوا هنجرب حاجه كده. مخي بياكلني، دماغي عايزين اهرش فيها. اقسم بالله العظيم مخي بياكلني عايز اهرش فيه. بصوا بقى ده. لا ده انت كده عايز تموت نفسك بقى. لا ده ليك اصلا. لا مش ليا، لا والله الدكتور قال لي لا. تعالى. اقسم بالله الدكتور قال لي لا. يا جماعه اقسم بالله جامده، هي حراقه جدا بس انتوا عارفين عايزين تاكلوا تاني مش قادرين. بصوا يا جماعه، كتر الشطه دمعت، اقسم بالله بدمع، مش قادر بجد تحفه. هو جيب لي ميه بقى. هنريح 5 ونيجي باللي بعده. A few moments later. طب يا اخواتي، بعد معاناه مع الشطه الحاره عايزين بقى نرطب. مناخيري سايبه انا وعيني سايبه. فضلت حوالي دقيقه عماله امضمض بقي عشان نخلي الشطه تروح منه. بصوا انا جبت الشوكليت دي والشوكليت واحمد دي جاب الازرق. دي بالبندق. ايه ده بجد؟ والله انا بتاعتي تقريبا مش بحاجه. بصوا البندقايه باينه جواها من الجنب من هنا. ومن هنا برضه باينه البندقايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بتاعتي يا جماعه ما فيهاش اي حاجه. انت كلها ده انا كنت باخد منها حته. ايه ده؟ بتاعتي محشيه طعم كده من جوه زي الكرم تقريبا. طبعا الشوكولاته مش هنتكلم عليها كتير. يلا اللي بعده عشان احنا كلنا عارفين
شوفك عامله ازاي. بصوا يا جماعه انا جبت تفاحيه صفراء نفس اللون اللي انا لابساه. مش لسه فاكيتي؟ فاكرتك ايه؟ انت جبت فاكهه اصلا؟ لقيت فاكهه لونها ازرق؟ انا ما لقيتش فاكهه لونها ازرق، بس جبت فاكهه ولدهنتها ازرق. بس طبعا مش هقول لكم هي ايه، توقعوا في الكومنتات وانا بدهن الفاكهه دهنت الصوابع. ده بقى كان اللون اللي كان من الشيبسي. اعملوا لايك وسبسكرايب، والله العظيم بتعب. بصوا يا جدعان اللون ده هيفضل لازق في ايدي 3 4 ايام كده لحد ما يطلع، والله العظيم. عادي بقى. طبعا التفاحه صفرا وشكلها جميل وطعمها جميل طبعا، ولا دهان ولا اي حاجه من العبط ده. بسم الله. يا بختك يا بختك. الله. يا ريتني كنت اخدت اللون الاصفر. ليه ما خدتش انا اللون الاصفر؟ واحد طبعا. شايفين الذوق والرقي في المعامله؟ مش المصاصه اللي اداني بيها في وشي. والله اديك من الفاكهه الزرقاء بتاعتي. لا مش عايزه حاجه شكرا. لا ده هنا بدوكو. اوه ايه؟ ايه اللي اوه؟ اللي توقع صح كده في التعليقات ان نوع الفاكهه صح، اي الفاكهه دي من جوه اهي. لو انتوا توقعتوا صح اكتبوا في الكومنتات ان انتوا توقعتوا صح، قولوا اسمها ايه بقى. المانجا دي؟ ها مانجا ولا ايه ده؟ دمك عسل يا معز. يا ابني بضللهم. ده انتوا كده المفروض يسموكي ام عسل مش ام معز. طب هات خلاص بص. ايه مش ظريفه؟ لا يا كذاب. طبعا انا مش هاكلها لان انا مش بحبها اصلا. سيئه جدا جدا جدا. بس هي اصلا مش بتتاكل كده، يعني هي ممكن تتحط على التوست مع البيض او تكون تتضرب مع لبن. هو انا مش بشرح والله، بلاستيك سايح. انا مش بشرح، بلاستيك سايح. هي مفيده جدا يا جماعه. ممكن تعملوها مع لبن وعسل وتضربوها في الخلاط وتشربوها عصير، يا اما تحطوها شرايح كده على التوست والبيض، بتبقى حلوه. بس طعمها وحش جدا 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 وهي نيه كده، طعمها سيء سيء سيء. ما اسمعش حد ان هو جرب الافوكاتو ده خالص. وانا قلت ايه العربي. لو انت مكمل معانا لحد اللحظه دي يبقى انت مش شوارجال عظماء من متابعين شاور فاميلي المخلصين. بصوا يا جماعه انا لقيت ده في السوبر ماركت. عايزه اقول لكم ان كل الحاجات دي مستورده، واهم حاجه وقت ما تروح تشتري اي حاجه من الحاجات دي اللي هي اصلا مستورده وانت ما شفتهاش قبل كده ولا جربتها قبل كده، لازم تتاكد ان مكتوب عليها حلال، لان ساعات بيبقى في حاجات معموله من حاجات محرمه لينا احنا كمسلمين، زي دم الخنزير مثلا. بالظبط. في حاجات بالذات الاندومي. احنا في مره واحنا في الامارات للاسف الشديد كلنا حاجه كانت حرام، كان فيها لحم خنزير. ما كناش واخدين بالنا والله. ما اكتشفنا اصلا من الناس في الكومنتات، يعني احنا كنا لسه رايحين قعدنا بقى نحط في زورنا وانا اكلته، بس بصراحه كان طعمه حلو للامانه يعني. فخلوا بالكم كويس قوي من حلال. يلا ندوق. يلا بينا. ايه ده انت جبته منين ده يا احمد؟ يا ده حاجه مستورده. حطيته امتى كده لما كنت معاك؟ حاجه مستورده يا اخواتي، والحاجه دي غاليه جدا جدا جدا، فعشان كده احنا بنجيبها لكم فلوسنا احنا وبنجربها لكم عشان نقول لكم لو كانت حلوه تشتروها، لو كانت وحشه ما تشتروهاش. فعشان كده تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان احنا بنكلف نفسنا وبنتعب نفسنا عشان خاطركم. بصوا المعلقه عامله ازاي، طلعت ان هي بتتفرد اصلا. بصوا اقسم بالله الحاجات المستورده دي تحفه، هي غاليه بس تحفه. انا مش عارفه ده عباره عن ايه ده؟ بس هو الله لونها تحفه التحفه، وعلى شكلها تحفه التحفه. انا هطلعها لكم اهو، فضيتها كلها اهي، مربعات اهي كلها تمام. ودلوقتي بقى في قلم من تحت، في قلم غريب كده، يعني هو عليها رسمه كده، عليها رسمه غريبه كده. بصوا زي قلم كده بيكب حاجه. المفروض القلم ده بنحط هنا في الحته المفتوحه دي. الله بصوا شايفين الفراغ ده؟ المفروض بقى بنحط من الصوص اللي هو في القلم. هنجرب مع بعض اهو. ايوه تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. حط شويه هنا كده اهو. لا انا عايزاك تروحي عند الكاميرا وتوريهم وانت بتحط. خد واحده بقى جديده وملاها عشان المنظر تحفه بجد. يا احمد والله العظيم انت هتجيب لي جلطه، اقسم بالله لو حصل لي حاجه بسبب انا عايزه ادوق. حلوه قوي قوي قوي. نفسي عز يجي عشان ادوقها له بجد. طعمها عامل ايه يعني؟ طعم ايه؟ هجرب. صور جل، ده اسمه صور جل، حمضي كده شويه بس جميل قوي 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 قوي. شبه التوت او التفاح. غاليه يا جدعان، بتاع دي ب 1000 جنيه لوحدها يا جدعان. اعملوا لايك يا جدعان، والله العظيم بنصرف فلوس كتيره جدا 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 عشان نجيب لكم حاجات غريبه اول مره تشوفوها في حياتكم. دي حاجه شيدر، دي حاجه طعم الشيدر، فدي حاجه مملحه. شيدر ايه حاجه مكتوب عليها شيز بودنج اهو. ماشي جبنه، ليه خليتها ان هي شيدر؟ ايه ده هي ده انا فكرت ان ده بلاستيك هشيله. شكلها تحفه. مش مدوقها الاول يا عم، استنى. اوري الناس. هتاكلها يا احمد؟ لا اوري الناس. زي الجيلي. يلا بقى متحمسه ادوق. تعال. دي شكلها مقزز قوي بتاع الازرق اللي عليها ده. يا لا مش قوي.
هنجرب دلوقتي. ما بحبش اصلا المستردة دي المستردة دي بتتحط معظم الوقت على البرجر، انما المايونيز بيتحط على حاجات تانية غير البرجر. لا اصلا المستردة دي انا بتبل بيها الفراخ، بحطها في التتبيلات بس، مش عمري ما حطيتها على حاجه وكلتها، ما استخدمتهاش كصوص يعني. لا على الصوص جميل جدا. وريني كده، لونها اصفر من جوه كمان. انما المايونيز لونه ابيض من جوه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. شايفين زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. انا مش عارفه بتاعتي ليه مش بتطلع تقريبا كده. انتوا وريني بس. وين والله مهندس كده انت عبيطه، اقسم بالله ما حل غير عليتي مسطرطه فهمتونا. انا المستردة دخلت من تحت النقاب على مناخيري، ماشيه على مناخيري. انت جت على مناخيرك عايزه تجيبها كمان على وشي وعلى جسمي. ما انت اللي عملتها فيا يا احمد، على فكره انت بجد غبي والله. ربنا متصور معاكي تاني. انا يا عم مش هصور معاك. انت عبيطه ولا حاجه تعبانه ولا ايه؟ حد غبي كده انت بتأثر بالذات بتفتحها كده. طبعا يا جماعه بنعتذر على العطل الفني دوت. بصوا عشان هي غلاويه، لما غصب عني جبت عليها المستردة راحت ملحوسه لي التيشيرت بتاعي ومبهدله لي هدومي خالص، الحيطه اتبهدلت زي ما انتم شايفين. هوريكم. فاحنا بنعتذر لان احنا مش هنقدر نكمل الفيديو الا طبعا لما نستحمى ونغير وكده، عشان الوضع يعني هنا صعب جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل حاجه باظت. بصوا جت على الحيطه، جت على النيش، على ورق الحائط، على الترابيزه. فهنحاول نظبط الدنيا كده. وطبعا زي ما انتم شايفين احنا بنتعب، والله العظيم بنتعب عشانكم جامد جدا 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 عشان نقدم لكم الفيديوهات تعجبكم. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، اعملوا سبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس عشان اول ما الفيديو ينزل يجي لكم اشعار ان هو نزل عشان تتفرجوا عليه على طول. واكتبوا لنا افكار في الكومنتات عشان ننفذها لكم. اي افكار عايزينها هنقدر ننفذها لكم ان شاء الله. نشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. سلام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تفضلوا من قلبي قريب ونوصل ل 100 مليون مشترك.